بالنسبه لمناخيره، مناخيره بتدل على شخصيته على فكره. المصريين لازم يفرحوا على فكره اهو. المصريين لازم يفرحوا ومش ولازم ده يعني مش ان انا يعني بقول كده قاعده في حته بعيد، لا كلنا عندنا مشاكلنا وهمومنا، وكلنا في اوقات كتيره جدا بنبقى يعني عايزين نختلي بنفسنا ووحده والحاجات اياها دي بتاعت الاكتئاب. بس يا جماعه نعمل ستوب وبوز وقت الاعياد، نتبسط يعني، فرصه كده بتيجي نخطئ في وقت من الدنيا ونفرح فيه ونتبسط ونستمتع بكل لحظات السعاده. بجد مصريين ارجوكم رجاء شخصي من هنا من ماسبيرو من الدور الثالث من برنامج سيدتي، ارجوكم اتبسطوا يا جماعه، المصريين لكل حته في العالم. انتوا بتضحكوا ليه على فكره؟ عايزه اعرف مديريه التصوير بتضحكوا ليه؟ عموما اديني ضحكتكم. طيب انا معايا سنو مان، وسنو مان ده معمول على الايد واللي عاملاه القمر جيجي بطرس اللي منوره الاستوديو بتاعنا كله، منظمه الحفلات الشهيره. اهلا بيكي يا جيجي. كل سنه طيبه وكل جاي عارفه تحسي ان هو ابني، انا احتضنته خلاص على فكره تقريبا، ده خدنا بعض عن حب خلاص. عارفه حسسني بمين ببقله الزمان. ايوه. ما علينا. طيب جيجي اولا كل سنه وانت طيبه. انت طيبه حبيبتي، وان شاء الله سنه سعيده عليك يا رب. علينا كلنا. ونبتدي كده نقول هبتدي انا بقى ازوق بيتي وابتدي اعمل مود اللطيف في البيت. اعمل ايه؟ ابتدي ازاي؟ ايه اللي اختاره الاول يعني؟ ادينا كده الخطوات. الشجره نبتدي بيها، نحط حاجات الوان زهره ذهبي احمر، الحاجات الملفته دي. تمام. طبعا احنا مغطين قعرة الشجره الجزء اللي تحت ده. طبعا السنو مان برضو من الحاجات الضروريه. يعني اول حاجه بجيب الشجره، اوكي. وبفكر بعد كده ازوقها ازاي. كل واحد يجيب اهم حاجه الشجره حسب تناسق الالوان. ان انا اعمل الوان متناسقه. يعني الالوان كل ما كانت فاتحه وكل ما كانت جذابه كل ما كانت ملفته اكتر. لازم يبقى ليا حس كده وانا بختار الالوان، يبقى عندي سنس. ايوه. هو دايما اللونين الاساسيين او الثلاث الوان الاساسيين الاخضر والاحمر والذهبي. يعني دول الاكتر الالوان. وبعدين لما سالت بقى في الالوان دي يعني قلت انا طبعا عايزه اعرف هو اشمعنى ليه احمر واخضر وذهبي يعني من الالوان الجامده. يعني طلع ان الاخضر ده لون الحب، والاحمر لون الطاقه، والذهبي لون الهيلينج، انك انت بتنقي ايه رايك فيا؟ حلوه. ثبتك صح كده. ايه رايك فيا؟ طب انا هشوف الموضوع ده. نشوف الموضوع ده بعدين. فقالوا لي ان الثلاث الوان دول مهمين عشان تخشي السنه بده طاقه خير وعطاء وحب وطاقه عموما ايجابيه، وتسيب اللي فات وتبتدي صفحه جديده. سنه جديده. اوكي، يا رب تكون سنه حلوه علينا كلنا يا رب ان شاء الله يا رب. البالونات اللي ورا دي برضو ممكن الواحد يستخدم البالونز. برضو من الحاجات كديكوريشن. برضو بعمل سنو مان من البالون. انا بتخيل ممكن اي حاجه ممكن اعملها ببالون. حلوه فكره سنو مان بالبالونز دي. بعمل حاجات كتير بالبالون. انا بعمل ديكوريشن كمان افراح كله بالبالون. يعني ممكن اعمل ميكي ماوس، ميني ماوس، اي حاجه ممكن اشوفها ممكن اتخيلها اعملها بالبالون. بتشكليها وبتركبيها مع بعض. وطبعا ان انا اقعد بقى ابدع، اشوف ايه الحاجات اللي بتبقى حلوه وملفته، وابقى عارفه ان الاطفال بيحبوا البالون، فبحاول اشكل لهم كل حاجه شكل البالون. الحاجات الديكوريشن الحاجات دي مثلا بتعجب الاطفال قوي، يحب اعملها. احنا سنو مان هنا بينور عشان بس يعني مش اي سنو مان يا جماعه. يعني احنا سنو مان بتاعنا بينور. والكورونا اللي ورا دي اللي هي الدايره دي دي برضو بتتعمل هاند ميد. انا عاملاها هاند ميد. بنجيب الاخضر ده وبنلفه على اي حاجه سلك، وبنحط بقى فيه اشكال الاشكال الملونه. الفروع والزينه دي عادة دايما بيبقى سعرها غالي جدا شوية يعني على ناس كتير انها تقدر تجيب كتير. يعني خلينا برضو يعني ممكن نقول ان الطبقة المتوسطة لو عايزة تعمل بيت تزوق ما بتقدرش تجيب كتير من الحاجات دي، بتبقى حاطة حاجات على قدها لطيفة. لكن انت النهارده اديتي فكرة لطيفة ان الحاجات دي ممكن تتعمل في البيت، فاعمل اللي انا عايزاه بقى. فقولي لنا كده شوية حاجات بتتعمل ازاي، يعني ادينا افكار حاجات بتتعمل ازاي. سنو مان ده انا جايبه كورتين صغير، الكورتين بتوع الولاد ما كانوش لهم اي استعمال. وجبت قماش من بره حطيته وكسيته بيهم. اصل انا عامله مش مشكله عينه وقعت مش مشكله. اتبهدل عندنا. جبت قماش احمر داخل بيمته. جبت قماش احمر حطيته سكارف. والترتور برضه عملته احمر وظبطته بقى. مين عر على سنو مان وقع عينه بقى؟ مين؟ هو اتحسد بس. حسدتوه عليه. جت فيه بقى فدايا. مش مشكله. المهم ان انا اعمل حاجه ممكن اخلي الاطفال نفسهم يشتركوا فيه. يعني ممكن اجيب اي كورتين صغيرين وشراب، اي شراب عندهم مش بيستعملوه يدخلوا الكورتين فيه، وشريطه تربط الرقبه وترتور. تمام. في حاجات جاهزه كتير يعني اللي هي اللي بتبقى مثلا المجز، ولسه كنت بقول والاطباق والحاجات دي. ممكن انت تكملي عليها حاجه، يعني ممكن تبني عليها حاجه.
اه طبعا لما انا اجيب ممكن المج نفسه احط ديكوريشن حواليه، ان هو بابا نويل صغير، طبق بحط فيه الكوكيز ده برضو بيبقى عامل شكله حلو قوي. لطيف. نحط مثلا الورد ده، كل ما كان الاحمر والاخضر كتير في البيت بيدي راحه كده وشكل حلو قوي. تمام. جيجي انت واخده بالك من سنو مان اللي في الجاكيت؟ لطيف قوي. طب ما تقربوا لنا عليه كده نصور. انا كنت هلبس واحد كده على شعري وكنت في على فكره لما يعني رحت محلات وكده لقيت بقى اللي هو السورتات اللي عليها انا جايبه سورتات وفي شجره الكريسماس نضاره في سنو مان زي حتى النهارده اللي حطيتها على الفيسبوك قلت لهم ايه الاغنيه، اتريقت على اغنيه قزم سوف لن نشتري هذا العيد شجره ساكون انا الشجره. انا عايزه اقول لك ان الافكار مبدعه فعلا عشان نبقى مبسوطين في الكريسماس وراس السنه. ومن ضمن الافكار برضو اللطيفه جدا اللي انا شايفه ان مستغلياها العناصر بتاعه الكريسماس. يعني مثلا نبات الكريسماس، الورده الحمراء الجميله ما بتطلعش غير من السنه للسنه في الوقت ده. دي بتتوزع مثلا، ممكن نحطها تحت الشجره، ممكن نحطها في ديكوريشنز في الشقه كلها، ممكن نحطها. يعني ده انا برضو ده هاند انا جايبه، ما هو ده اللي انا ملاحظاه ان انت عاملاها، فعشان كده عايزاكي تقولي لنا عاملاها ازاي بقى. حاجه كرتون وكاسيته بفيل، وحطيت الاخضر الجراس ده، وحطيت فيه ثبت فيه الورد كله. انا مش يعني انا ممكن في حاجه بتبقى جاهزه كتير بس ما بتلفتش نظري. بتحبي تعملي الحاجه على ايديكي. بحب اعمل حاجه بايدي بتبقى شكلها انا مستمتعه بشكلها. يعني انت النهارده تدينا بعد اخر من الاستمتاع بالكريسماس، ان ممكن اشتري الحاجه وازوقها لو جاهزه، بس في استمتاع تاني اني اعمل الحاجه بايدي. انك انت تبقى بروديوسر، انك تبقى منتج. يعني انا السنه اللي فاتت عملت لبنتي لبس، كل سنه بعمل لها لبس بابا نويل بخيطه على ايدي، والسنه اللي فاتت عملت لها فستان جميل جدا برضو لبس ماما نويل. اوكي. فده بيبقى حاجه بالنسبه لي انا لما بشوفها كده ببقى مستمتعه جدا. طب ما تقولي لنا اللبس بيتعمل ازاي؟ غششي الامهات. طيب لا يعني بخيطه عادي، خيطت فستان دريس عادي، دريس احمر. دريس احمر، وحطيت له قطيفه او ابيض من تحت، وعلى الطرطور برضو، على الرقبه وعلى الايدين. هو احلى حاجه ان اي حاجه تاتش بسيط بيدي المود على طول. يعني طرطور مش الحاجه برضو احنا كمصريين بقينا ليزي، بنحب نستسهل وننزل يا راجل نشتري. كده خلاص طبعا، خلاص يا جماعه بقينا كل حاجه ننزل نشتريها. لا انا نفسي بجد، انا نفسي كمان اعمل مدرسه. لا احنا النهارده بنعمل معاكي دعوه تحفه ان انت بتعملي الحاجه بايديكي. انا نفسي اعمل مدرسه اعلم الاطفال الصغيرين لسه طالعين ازاي يستخدموا الحاجات اللي ملهاش لازمه في البيت، يستخدموها يعملوا بيها حاجه يبقى ليها لازمه، يبقوا منتجين. يعني الحاجات الديسبيزابل، اي حاجه ملهاش لازمه في البيت. يعني مثلا فكره الكورتين دول خلاص هم كورتين ما استعملهمش، اخدتهم عملت بيهم سنومان. يعني ممكن نقول للاهالي الديسبوزبل، الازايز، الورق، الحاجات دي استعملوها. يعني ممكن علبه كشري ممكن اخدها احط فيها ورد، اعملها برضو فازه حلوه قوي. الازازه اقصها نصين، ده ريسايكلينج يعني بطريقه شيك وجميله يعني لا يعني ده لطيف ان هم يحافظوا على البيئه، ما يرموش الحاجه ويعيدوا تدويرها ويعملوا منها حاجه لطيفه. فاحنا بنعلمهم يعني كذا حاجه منهم هم يطلعوا محافظين على الحاجات، ان هم مش ما عندهمش اهمال، كل حاجه يرموها، كل حاجه مش العيال طالعه دلوقتي مش فارقه معاها اي حاجه. هو فعلا على فكره يمكن في حاجه انت بتقوليها دلوقتي يعني ملفته، ان الولاد ما بقوش عارفين قيمه الحاجه شويه. يعني من كتر ما الحاجه بقت جاهزه قوي او سهله قوي، بقت مش ملهاش قيمه زي احنا زمان لما كانت يعني الواحد يجيب حاجه صغيره كده يحس انها يا سلام فعلا اعجاز. يعني واحنا ده اللي خلانا احنا طلعنا عرفنا نعمل حاجه. هم بقى كل حاجه طالعه جاهزه بالنسبه لهم، فبالنسبه لهم هيتعبوا في حياتهم بعدين، لانه مش كل حاجه هتبقى متاحه زي دلوقتي. طيب احنا بندعو للحب والاحتفال والبهجه النهارده في حلقه سيدتي. هروح لفاصل ونستكمل كلامنا مع صاحبه هذا الديكور الجميل، منظمه الحفلات جيجي. كل حاجه بالحب بتبقى مختلفه، وزي النهارده ما جبت لنا واجتهدتي وجبت لنا الحاجات دي وتعبتي ان انت تنقليها الاستوديو المصريه سيدتي. اكيد الحب اللي جايبه بيه الحاجه طالع للناس في الحلقه. وكمان وانت بتعملي الحاجه بتعمليها بحب. انا عايزه اقول ان اكيد انت عندك نظريه ما في فكره الحب، خصوصا في تنظيم حفلات لناس. يعني هل لازم تحبيهم، يحصل كليك بينك وبينهم، تفهميهم؟ يعني ازاي بتنظمي حفله لحد؟ اكيد انا لما بيجي لي عروسه وعريس بقعد معاهم
لازم هم يحبوني ويبقوا يعني متقبلين انا اللي هعمل لهم الفرح. مم. فبنبقى قاعدين مع بعض في تواصل بينا. يعني انا عايزه اقول لك في ناس من بره مصر وبيبقى في تواصل مثلا بالتليفون وهم مرتاحين نفسيا معانا. مم. فبنتكلم مع بعض بقى، بندخل في كل التفاصيل، ندخل في تفاصيل الفرح from A to Z، يعني كل حاجه. علشان تنظمي او تعملي فرح لعروسه وعريس، اكيد بيبقى في حلم ما في عقلهم. بتخشي ازاي وسط احلامهم؟ يعني بتقعدي تسرحي معاهم، بتتكلمي طلباتك معاهم؟ اوامر. يعني هل هي بتقعد تقول لك مثلا انا نفسي في كذا في كذا؟ بتفهمي شخصيتها كده يعني؟ ما هي تقولناش اسرار المهنه يعني، بس لا 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 عادي. قولي لنا ازاي بتعملي ده بحب يعني. بصي، هي انا كل ما هو بتطلبه بحاول انفذه لها طالما آه. متاح، مفيش مشكله. مم. يعني لو هو حاجه في ايدي هعمله لها. أيوة. في ناس كتير بتطلب يعني تبقى نفسها في كذا وكذا وكذا وكذا، وممكن بأقل التكاليف برضو بعمل لها فرح. يعني تمام. لو هي معاها بادجت قد كده هعمل لها فرح. يعني ممكن مش- نقول ان الفلوس مش بس لازم تكون خالص. كتير علشان اعمل حاجه حلوه، خالص. ممكن ببادجت قليله برضو اطلع حاجه جميله. احنا اللي بنفكر. احنا اللي بنبدع الفكره، مش كل حاجه يعني برضه زي ما قلت لك فكره الاستسهال. لا، انا طالما ربنا مديني عقل، ليه ما افكرش واعمل الحاجه هي اللي انا عايزه اعملها لها بدل ما هي هتبقى مكلفه قد كده، انا هعملها لها باقل التكاليف. يعني انا كان عندي عروسه أيوة. لبنانيه من فتره، كان نفسها في فريم اللي هو البورتريه ده، بيتعمل على خشب وقاعده خشب، ده كان مكلف جدا. انا عملته لها على فوم وكلف اقل، ونفس الديزاين طلع زي ما هي عايزه. حلو قوي. طيب فعلا يعني لو قلنا اغرب الافراح او اغرب احلام عرايس قابلوكي ايه؟ بس لا، بيقابلوني كتير. طب ايه يعني؟ مثلا انا في مره واحده صاحبتي كانت مصره في فرحها تبقى هي سنو وايت. عارفه ساعات بيبقى الواحد عنده احلام أوكي. اوفر كده يعني. بس كان فيها معايا عروسه هي باليرينا، هي بتشتغل اصلا بتدرب باليه، فكانت عايزه تلبس فستان قصير وتعمل رقصه باليه. يا راجل. دخلنا الريسبشن. عروسه عايزه تعمل لذيذه. دخلنا الريسبشن بس هي لذيذة. وغيرنا يعني لازم الواحد الفستان يعترف إن ده لذيذ. وعملنا الرقصه ورجعنا غيرنا الفستان، لبست الفستان الفرح تاني ودخلت الريسبشن عادي، مفيش مشكله. ادوني فرصتي، عارفه عايزه تاخد فرصتها. لا كويس، بس هي حاجه طالما في المتاح ما عنديش مشكله. انا مش بس هحرمها العريس من كان حاجة. اوكي يعني؟ انا ساعدتها. العريس كان اتظبط. موافق يعني انها مفيش تبقى مشكله، رقصة. هو رقص معاها الرقصه، مفيش مشكله. ايه ده لطيف، لطاف جدا. الواحد بيتبسط وساعدتها والله ان يلاقي هي ناس فريش دخلت كده الدخله، وفكة. ساعدتها في الدخله وساعدتها في الخروج، ونظمت لها الوقت بالظبط اللي هي هترقص فيه، بحيث الناس كلها ما تاخدش بالها ان ايه اللي حصل ولا الفقره دي جت ازاي. طب ساعات بيقابلك مثلا عروسه فكه ولطيفه كده وعايزه تعمل حركات، وراجل بقى جوزها يعني تقليدي او متحفظ شويه او اتم كده يعني مش بتاع حد. احيانا بس هو او العكس، الست الراجل عايز يرقص ويعمل والست بتتكسف بتتكسف، بس اول ما بتلاقي الجو حواليها الناس بقى عايزه ترقص وتهيص، فبتبتدي تفك شويه. لكن راجل مثلا يبقى صعب وكده، بنقعد نسايسه بقى، نقعد وعاده بيبقى الراجل يعني بيكسف طبعا يرقص، يعني الحاجات اللي هي الجديده اللي ابتدت يعني الشباب اللي طالعين دلوقتي طالعين والله يطوروا بيبقوا اكتر من البنات دلوقتي. انا يعني بحس دايما ان الراجل ممكن يكون مش فاكك زي العروسه، بتبقى هي وسط اصحابها بتبقى عايشه مود كده يعني. بس مش كل يعني مش كل، في هي شخصيات الولاد اتغيروا ليس يعني. كل البنات وليس كل الولاد، بس العين ان هو طب اغرب طلب عريس، احنا قلنا العروسه، اغرب طلب عريس ليكي يجي ايه؟ اغرب طلب عريس او كان عاوز حاجه مختلفه او كده. بصي، هو في عروسه كانت يعني جسمها مليان شويه، وهو كان مصر ان هو يشيلها من العربيه لحد الاوتيل. لذيذ. فيعني قلت له اوكي لو انت عايز كده. هو كنا جايبين عربيه مكشوفه، يعني اصر فشالها لحد من العربيه لحد الاوتيل. بس هو لذيذ هو يعني لفته منه لطيف. خلاص هي الراجل هو اللي انبسطت هيشيل عروسته والست حبيبته. هي انبسطت جدا. هو حر. هي طبعا اكيد لازم تتبسط جدا، بس ده اختبار تحمل لطيف على اول جفده. لا بس كان فرح لايت. الراجل ده كويس، اوعي تفرطي فيه، انا بقول لك اهو لو حد جه ناحيتكم بقى حسدك. لا صدقيني الناس كلها كانت مبسوطه وقعدوا يسقفوا لهم طبعا. كانوا فرحانين بيهم. اصلا بيبقى يعني الجستات دي عاده بتتشاف فيري تيلز يعني، ما او في افلام الرومانسيه ما بيحصلش الكلام ده، فان واحده تلاقي حد بيعمل كده فعلا، فده طبعا شيء نادر يعني. عارفه ان احنا دلوقتي طبعا يعني الرومانسيه يعني بقت حاجه فظيعه في حياتنا، جميله. طب انت موضوع الرومانسيه ده شايفاه قل شويه في العريس والعروسه والحفلات دي، خطوبه والفرح؟ بس هو رتم الحياه بقى صعب جدا، واصلا في الفتره اللي فاتت
السياسه طغت على كل حاجه فاحنا بقينا مضغوطين في كل حاجه يعني. اصلا عايزه اقول لك حتى موضوع الافراح اتاثر بالجو نفسه، ان احنا في حاجات بس لا في ناس دلوقتي بتحب الحياه وبتحب ان هي تعمل حاجات كتير. يا ريت، هو ده اللي احنا لا بنقوله صدقيني النهارده يعني انا مستغليه وجودك النهارده ان احنا نقول حبوا الحياه وافرحوا لا واتبسطوا. في حاجات كتير حلوه يعني ومصر يا جماعه فيها حاجات كتير أوي جدا أوي حلوه أوي. بس احنا اللي مش حاسين بيها ومش حاسين بقيمتها. مصر حلوه، تحيا مصر. تحيا مصر. وكمان عايزه اقول ان نسبه الاشغال الحمد لله الله اكبر، عشان بس الواحد ما يحسدش نفسه يعني، الحمد لله مبسوطه جدا. نسبه الاشغال جميله جدا في كل المناطق السياحيه، وخصوصا طبعا شرم الشيخ والغردقه، واصحابنا اللي هناك واللي بيقضوا فتره الكريسماس وراس السنه هناك سعداء جدا وصورهم جميله جدا. ففعلا اتبسطوا واستفيدوا الفتره دي بالسياحه الداخليه، لان مصر مليانه اماكن جميله. مهما سافرتوا ورحتوا اي دوله في العالم، متعة انك تبقى وسط مكان في بلدك جميل وتستمتع بيه متعة تانية خالص. فنشطوا سياحة بلدكم واستمتعوا بالاعياد وفترة الاجازات في السياحة الداخلية بجد. خلوا الولاد يبقى عندهم حتة الانتماء والسعادة الداخلية بالبلد دي. الاقصر واسوان جميله جدا. والاقصر واسوان في الجو، على فكرة الوقت ده احلى وقت في السنة فعلا في العالم كله، في فعلا. مصر فعلا يعني فعلا المفروض الناس فعلا تروح والسياحه. مصر محتاجه فلوس يعني احنا ننمي السياحه الداخليه عشان الناس تشتغل ومصر تقف على رجليها. احنا عايزين الدنيا تبقى احسن يا جماعه بجد. مصر محتاجه كل واحد مصري. تمام. طب ده ايه، امتى جاهز دلوقتي؟ مخرجتنا جميله والله هتجيب لنا فيلر سياحه دلوقتي. جاهز يلا ولا ايه؟ انا على فكره جوزي مرشد سياحي فحلو قوي. يلا